السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو ده انا كنت مصوراه لماما وانا عندها في البيت. فماما يعني اشترت فرن جديده فركناها، فقالت نطلع نتسلى كده شويه نعمل فطير وقرص وكده. فطبعا انا مصوره لكم، بس انا بحاول على قد ما اقدر علشان كمان ماما عندها الاضاءه مش قد كده. فاللهم صل على النبي، فهتحسوا ان في التصوير مش قد كده، بس انا حبيت ان انا اصور لكم يعني الفطير بتاع ماما اللي هي عملته بايديها، بس هي تعبت قوي قوي في اليوم ده. فهيعجبكم قوي يعني. بصوا يعني انا في يعني عندي مقطع وانا بمنتج اتمسح من عندي. بس بصوا بقى، هي جابت الدقيق علشان خاطر ان هي جايبه 4 كيلو دقيق، تمام. هي خافت ان هي تعمل الاربعه كلهم يكون الدقيق نوعه مش كويس، ان هو ما يفردش الفطيره، فاهمني؟ فاللهم صل على النبي، فهي عملت 2 كيلو بس فجربهم. وقلت لها يا ماما لما تعملي الاتنين التانيين هصورك. فبصوا بقى، هي عملت الفطير تقريبا ال4 كيلو دقيق عملوا معاها يعني من 7 ل8 فطاير، يعني هو في واحدة تاني غير دي يعني، غير دول، تمام. بصوا بقى هنا هي بتفرد اهي، طبعا بتفرد الفطير. طبعا عمتي معاها حبيبتي هما اللي عاملينه، عشان قلت لهم انا نفسي في الفطير. طبعا دي سمنة زبدة. هي بتقول لي يعني ان هي بتطلعها من الفريزر بس تفك خالص لوحدها، وبتقوم عاملاها كده، تاخدها كده بقى. طبعا انا اكتشفت ان هو تعب جدا وظهرها وجعها في اليوم ده، بس الحمد لله كان جميل وتسلم ايديها يعني. فاكيد بقى لو عجبكم الفيديو، ماما وعمتي حبيبتي هما بيعملوا الفطير، ادعمونا بلايك بقى كده. هي اصلا فاكره ان انا نزلت الفيديو من بدري، بس انا لسه ما نزلتوش. طبعا هو الفطير دي كذا تطبيقه كده، بس يعني عشان الطبقات يعني، بس بيبقى حلو. اصلا يعني انا ماما بتعمله عند حد، يعني بتجيب لها السمنه وبتجيب لها زيت الذره والدقيق بيبقى من عندها. بس لما اتصلت بيها لقيتها مش موجوده، فقالت لي خلاص هنطلع احنا الفرنه ونعمل. اصلا يعني ماما هي بتحب تعمل اصلا كل حاجه في البيت، بس عشان كانت تعبانه بتخبز عيش في البيت، كل حاجه في البيت. الفرنه هتشوفوها دلوقتي هي صغننه كده، بس حلوه يعني، ممكن تاخد فطيره واحده، بس حلوه يعني. طبعا دي برضو الفطيرة يا التانية يا التالتة بيفردوها. طبعا اهم حاجة بتكون جودة الدقيق بتكون كويسة، علشان كده زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان ماما خافت تعمل الدقيق كله مرة واحدة ما يطلعش الفطير حلو، فاهمني؟ انا مش عارفة ساعتها كانت بتقول اسمه ايه، هو كان ليه اسم فعلا بس انا نسيت بصراحة. طبعا ولما بتعمليه في البيت بيبقى اقل تكلفة معاكي من لما تعمليه بره، مع انك انتي برضو اللي بتجيبي السمنة وبتجيبي الحاجات دي كلها، وبتتحاسبي بقى على الفطيرة نفسها يعني، وبتبقى احجام بقى. يعني ممكن برضو الواحد عشان ما يتعبش ممكن يعمل مثلا 2 كيلو دقيق مثلا، يعملوا لك 4 فطاير يبقوا حلوين. 4 فطاير يبقوا كبار، يعني الكيلو دقيق يعملوا فطيرتين، فاهميني؟ طبعا انا انا عامله قص في الفيديو علشان كانوا هم ظاهرين جدا، انتوا عارفين بقى فرد الفطير ده. طبعا تقريبا دي اخر فطيره بيفردوها.
انتم شايفين. بصوا اهي الفرن يا بنات، شفتوها؟ هي دي الفرن. اللي فوق الفرنة دي كانت مرجحة، بس احنا شلنا المرجحة خالص علشان نعرف ايه ماما تحط الفرن. اهو بصوا هي حطت اول فطيرة اهي. دي الصواني اللي هي بتاعت البيتزا، بس ماما بتجيب صواني يعني بتجيبهم كبار يعني. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده. انا عشان الاضاءة فمش عارفة، حاسة الاضاءة مش قد كده خالص. بس طبعا الشقة كلها كانت ريحتها بقى فطير. شفتوا بقى جو زمان ده حاجة تانية خالص. بصوا يا بنات شكل الفطير عامل ازاي. هي طبعا ماما بقى بتشوفها. طبعا اصلا كانت اول مرة تشغل الفرن خالص، فيعتبر كانت بتختبرها في الفطيرة دي، بتشوف تعلي توطي السوا بتاعها يكون ازاي. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي بتقلبها من تحت عشان تشوفها ايه الدنيا. زي ما انتم شايفين كده. لقيتها لسه شوية اهو. اهي بصوا شكلها عامل ازاي. طبعا هنا كانت طلعت اول فطيرة. طبعا بقى بصوا جبنا عسل بقى وقعدنا ناكل. اهو يا بنات. كانت حلوة جدا. هنا بقى ماما بتكمل بقية الفطير. بصوا طبعا بصوا هنا هي بتحطه على القفص وحاطه تحتيه صينيه لانه بينزل سمنه. فبتقولك علشان ايه حرام ما تقعش يعني. بتاخدها تحطها تحت الصينيه اللي هتدخلها على على الفطيره الجديده. فاهميني؟ اهو يا جماعه الفطير شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا اهو. وبعدين بقى عملت قرص. القرص دي كان عندها برضو كانت محوشة سمنة بتاع ده، اللهم صل على النبي، قشطة. طبعا عملتها بالقشطة وسمنة. برضو حلوة جدا جدا جدا. بتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير.